ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل يوم نبقى مش عارفين هنعمل اكل ايه وزهقنا من الاكل التقليدي. النهارده هنعمل السجق بشكل جديد. بس في الاول، لو اول مره تسمعيني، انا نور. ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناه. جبت طبق فيه بصل وفلفل الوان وفلفل اخضر وطماطم. قطعتهم بالمنظر دوت. الالوان الكتير بتدي الاكل شكل حلو قوي وبتخلينا عايزين نجرب وندوقه. كمان قطعت فصين توم. انا من الناس اللي بتحب التوم في الاكل. بحس انه بيديله طعم جديد ومختلف. جبت طاسة فيها رشة زيت بسيطة، لأن كده كده السجق بينزل الدهون بتاعته. نزلت فيها البصل والثوم وشوحتهم. ما حطيتش اكتر من ملح وفلفل، لان السجق بينزل اساسا التوابل بتاعته. نزلت عليه بالسجق وقلبته كمان تقليبة، وهرفعه على النار لحد ما السجق يوصل لتلات ارباع السوا. هنزل عليه بالخضار اللي انا مقطعاه واقلبه وارفعه تاني على النار. بعد ما احس ان خلاص كل حاجة استوت، بنزل اخر خطوة بالطماطم واخر تقليبة. انا من الناس اللي بتحب الصويا صوص في الاكل، او بالذات في النوع ده من الاكل. ده اختياري، لو انتي ما بتحبوش ما تحطوهوش. كده السجق بالنسبه لي جاهز على الاكل. مش محتاج اكتر من عيش تعملي سندوتشات للولاد، او تحمري جنبه بطاطس، وعندك وجبه مفيده ومشبعه. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش لايك واشتراك للقناه.